انا جيت. يا مساء الانوار. النهارده هنتكلم عن الجداول والقوائم المنسدله في الاكسل. لما تحب تروق الدنيا في الشيت عندك، اول خطوه عندنا هنفتح الاكسل، هلاقي عندي شويه بيانات بالمنظر دوت. بدل ما ابدا ان انا اظبط التنسيق بتاعها بشكل يدوي، الاكسل عنده حل سحري اسمه انسيرت تيبل. نروح على قائمه انسيرت، هلاقي عندي كلمه تيبل. اول ما ادوس عليها هلاقيه حدد لي الرينج اللي فيه البيانات بتاعتي بشكل اوتوماتيك، وبيسالني التيبل بتاعك فيه عناوين ولا لا. اقول له اه في عناوين، واقول له اوكي. الاقيه هو نسق لي الدنيا بشكل احترافي. مش بس كده ومش كده وبس، لا، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. الجدول في الاكسل بيبقى ذكي شويه. فتعالى مثلا نحسب الضريبه، فاجي هنا اكتب له الضريبه وادوس له انتر، هلاقيه كريت لي عمود جديد لوحده. نيجي نحسبها، اقول له بيساوي، وليكن انا هحسبها على المبيعات مثلا وهضربها في ضريبه 14% مثلا، واقول له اوكي. هلاقيه طبق لي المعادله في باقي الجدول لوحده. مش بس كده، ده كمان لو حبيت تجمع عمود انك تقف في اخر الجدول وتجمع مثلا، هتلاقيه عمل معادله سب توتال. تعال نشوف. هاجي هنا وهتكله على اوتو سم ديت، هلاقيه طلع لي المجموع بالطريقه دي. بس لو اتكيت في الحته اللي في الجنب دي، هلاقيه مطلع لي زي معادله سب توتال بالظبط. انا ممكن اختار من هنا بدل السم ممكن اجيب ماكس اللي هي اكبر قيمه فيهم، وهكذا. ده كمان من عن طريق التيبل ديزاين. هنا تقدر تغير شكل الجدول بتاعك، وعندك كذا شكل وكذا طريقة. ده كمان بيسمح لك انك تديله اسم عشان لو حبيت تربطه بمعادلة تانية، او حتى تستخدمه في حاجات تانية هنشوفها قدام. وكمان احلى حاجة فيه انه دايناميك، يعني بيتكيف مع اي بيانات جديدة وبيضمها للرينج بتاعه، ودي اهم حاجة في الموضوع. الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. نروح بقى للمستوى اللي بعده، وهي القوائم المنسدلة، او زي ما انا بسميها حيلة الساحر اللي بتخلي البيانات متظبطة. عشان نعمل قائمة منسدلة انا بروح هنا على قائمة داتا، ومنها بختار حاجة اسمها داتا فاليديشن. اتك عليها بيفتح لي بوكس الحواري دوت، بختار منه ليست اللي هو القائمة، وفي السورس هنا يا اما احدد له مجموعة بيانات واقول له انتر، هلاقيها طلعت عندي بالمنظر دوت. بس لو احدد له مجموعة بيانات الافضل ان ما يكونش فيها حاجة متكررة. او ممكن ارجع هنا على الداتا فاليديشن تاني، وبدل ما احدد له مجموعه بيانات ممكن اكتبها له بايدي. يعني مثلا اقول له زي اللي انا كاتبها له ديت، واقول له اوكي، الاقيهم ظاهرين عندي بالمنظر دوت. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، واكتب لنا في التعليقات لو عايزنا نتكلم عن معادله معينه، واستنونا في فيديوهات تانية. سلام.